كلمة كنيسة جاية من الكلمة اليونانية تي إكليسية، تي لو قلنا تي ده اللي هو النطق القبطي، إكليسية، وكلمة إكليسية اللي هو بيت المؤمنين. الشكل الكنسي تطور على مدار القرون الأربعة الأولى بأشكال مختلفة جدا، ما كانش بالشكل اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. كانت عبارة عن بيت، وكمان كانوا بيقولوا عليه الكنيسة البيتية. واشهر منظر لكنيسه واشهر كنيسه بيتيه في حاجه اسمها دورا اوروبوس في اليونان. الساعد بتاعه عدى. سوري، دورا اوروبوس في سوريا. ودورا اوروبوس دي كمان حتى في ناس بيقولوا ان هو كان جزء منه كان سيناجوج يهودي. ابتدى الشكل يتطور، فاحنا خلينا في الشكل اللي احنا بنشوفه. الشكل اللي احنا بنشوفه التركيب المعماريه بتاعته في 3 اشكال معماريه للكنائس. ده من الخارج. من الداخل في شكلين معماريين. الشكل الاول اللي هو الشكل البازيليكي اللي احنا فيه، وكلمه بازيليكا دي كلمه يونانيه بمعنى الملكي. ايه القصه بتاعت البازيليكي؟ القصه بتاعت البازيليكي هو الشكل بتاع اولمبس، جبل الالهه، اللي كان عمدان وبين كل عمود وعمود كان فيه تمثال لإله من الآلهة، وفي النص بيكون زيوس اللي هو ملك الآلهة في اليونان. الشكل ده اليونانيين خدوه وعملوه عملوه للكورت بتاع الملك. فلما عملوا الكورت بتاع الملك بقيت نفس الشكل، الملك قاعد في النص والعمدان دول اللي هم بيحملوا المكان، وبعد كده الناس واقفة حوالين العمدان. ده الشكل البازيليكي. لما جه الامبراطور تيودوسيوس في القرن الخامس وابتدى يدي فلوس عشان خاطر الكنايس تتبني، تيودوسيوس ده اللي هو اول امبراطور عمل او خلى الديانه المسيحيه هي الديانه الرسميه للمسيحيين او للعالم. خد الشكل ده، الناس بتاخد الشكل وتبني بيه منظر الكنيسه. منظر الكنيسه اللي هو بيتكون من 12 عمود، وال 12 عمود مش شرط يكونوا في صف واحد، يعني هنا عندنا 5 و5 وفي 2 ورا، وبعد كده في النص بيكون في الملك. الكنايس على حسب التخطيط المعماري بتاعها مش شرط، يعني احنا هنتكلم برضو على عناصر معماريه موجوده جوه الكنيسه. الكنيسه دي فيها كذا كنيسه منفصله، كذا كنيسه. الكنيسه الاولى الكنيسه اللي احنا فيها اللي هي بتسمى باسم العذراء، المذبح الاوسط باسم العذراء. عندنا بعد كده في مذبحين، المذبح باسم الملاك ميخائيل، الملاك جبريال والملاك ميخائيل. جبريال هو جبريل، هو جبريال وهو جبرائيل، هي نفس الاسم. اقدم حاجه موجوده في الكنيسه هنا تتشاف من القرن الرابع الفريسكو دي او السيكو دي، تمام. لكن كل اللي موجود نزل. كانت الكنيسه دايما كلها من الالف للياء بتبقى كلها متزينه وملونه ومرسومه. ليه مرسومه؟ لان هي بتبقى مرسومه بتفكرنا بمنظر السماء ومنظر القديسين اللي موجودين في السماء، ولازم احنا بنخش بيت ربنا بنشوف القديسين اللي موجودين في السماء، وبنرجع هنشوف المنظر ده فين؟ في كل الكنائس اليونانيه الروم ارثوذكس كلهم بهذا الشكل. التيجان الاعمده اللي انت بتشوفها هي التيجان الكورنثيه، وده برضو احد الامثله الثانيه اللي بتقول ان هي الكنيسه من القرن الرابع. التيجان الكورنثيه كلها، وكل تاج من العمود عليه رسمه قديس من القديسين. وفي كمان العمود اللي ورا ده هنشوف عليه ان هو في بقايا كتابه قبطيه، بياجيوس. كلمه بياجيوس يعني القديس. تعالى بقى اللي هو ايه بقى؟ حلو قوي. اجيوس يعني قدوس، بياجيوس القديس. تمام. ده اللي من غير تاج ده؟ الايه؟ العمود اللي من غير تاج. رانيا ثواني، رانيا احنا في ابو سرجة. ماشي يلا بقى. طيب الكنيسه دي انهارت 3-4 مرات، كذا مره، وبتشوف التاثيرات بتاعه الانهيار بتاعها. بص بتلاقي الحته دي مكرشه، يعني اتبنت تمام، اتبنت لوحديها او اتبنت بعد المنظر المبنى نفسه.
والانهيارات بتاع الكنيسه علوا عصا واحد من العمدان كان اتكسر، فراحوا جابوا عمود من بره. وده اللي حصل برضه فين؟ اللي حصل برضه عندنا في نفس القصه بتاعت عمرو بن العاص. غالبيه عمرو بن العاص فيها تيجان الكورنثيه اللي زي كده، جت من كنايس في عصور اضطهاد قبل كده، في عصور اضطهاد بعد كده دمروا كنايس وات، بس هي اتاخدت. لكن في ناس كتير بيقولوا ان العمود ده يشير لمين؟ يهوذا. لا، مفيش حاجه زي كده، هو مفيش يهوذا داخل الكنيسه. ان هو يهوذا اولا العمدان دول بنقول عليهم عمدان التعليم، اساسات الكنيسه. اساسات الكنيسه هم الرسل، ولكن يهوذا مش واحد من الرسل. يهوذا انتحر، والانتحار دي جريمه زي ما احنا عارفين. كان زمان عايز اقول لكم بس اسماء الكنائس اللي موجوده. اولا دي كنيسه العذراء زي ما قلت، الكنيسه اللي تحت كنيسه العيال المقدسه او بيقولوا عليها كنيسه المغاره. فوق هنا اهو الجزء ده والازاز ده جديد، تمام. اللي فوق اللي هي كنيسه سرديوس واحد، اللي هي بنقول على الكنيسه كلها كنيسه ابو سرجي. لكن الجزء اللي فوقينا ده اسم كنيسه، اسم غريب جدا وهو يكون في مصر، اسمها كنيسه البطاركه. كنيسه البطاركه بتعود لابراهام اسحاق ويعقوب، سيدنا ابراهيم وسيدنا اسحاق وسيدنا يعقوب. البطاركه، وكلمه بطاركه يعني ابو الاباء، هم دول ابو الاباء اللي هم ابو الاسباط بتوع 12 في بني اسرائيل. 3 كنائس منفصله، او 4 كنائس منفصله. كنيسه مختلفه عن دي، مختلفه عن دي، مختلفه عن اللي تحت الارض. الايقونوستاس اللي احنا بنشوفه في وشنا او حامل الايقونات ابتدى يظهر لينا في الكنيسه القبطيه من القرن العاشر. القرن العاشر بس، ما قبل القرن العاشر ما كانش فيه. فكان المذبح بيكون مفتوح على الكنيسه. ولسه اقول لكم على حاجه برضه، موضوع ال3 مذابح في الكنائس القبطيه ده حاجه مستحدثه مما بعد الاضطهاد. كل كنيسه بتكون كنيسه ذات مذبح واحد يقام عليها الصلوات للناس بتوع المنطقه اللي بنقول عليها بالانجليزي كونجريجيشن، للناس بتوع المنطقه. لكن حصل في فترات الاضطهاد ان في كنائس كتيره انهارت وما قدروش يرمموها. لما الكنائس دي انهارت وما قدروش يرمموها، ابتدت الشعب بتاع الكنيسه او الكونجريجيشن بتاع الكنيسه دي يجوا يصلوا في الكنيسه دي. ولكن في شروط في الكنيسه القبطيه لوجود المذبح. المذبح لازم يكون زي كل الناس صايمه قبل التناول او قبل قامة الصلوات 9 ساعات. فلازم المذبح يبقى هولي كوميونيون. تمام. فبالشكل ده لازم المذبح يكون صايم. طب احنا عندنا ناس في القسيس بتاعنا هيصلوا فين؟ يصلوا مع اهل المنطقه، ولا نعمل لهم مذبح زياده؟ ابتدى يعمل لهم مذبح زياده. تظهر عندنا الكنائس اللي داخل الكنائس المستقله اللي داخل الكنائس، والكنائس الاصليه اللي بتزود عليها بيكون فيها مذابح زياده. نرجع لموضوع الايقونوستاس. الايقونوستاس هنتكلم عن الترتيب بتاعه لما نروح المعزه ان شاء الله. لكن ورا الايقونوستاس بتشوف هنا هو زي سلالم ليها اسم يوناني للاسف انا نسيته. هو جاي برضه من ثرون او كرسي عرش، ده اللي هو كرسي مرموق. ما كانش فيه كرسي للاسقف بره، ولكن كان دول 7 سلالم. 7 سلالم يشيروا الى 7 طغمات الكهنوت في الكنيسه القبطيه. وبيقعد في اخر واحده البطرك اللي هو البابا بتاع المكان او البابا بتاع مصر، وتحتيه او حواليه وجنبه بيكون الاساقفه والمطارنه، وبعد كده اهو الكهنه والشمامسه. ال7 درجات عاليه ال7 طغمات بتوع الكنيسه القبطيه. وهنتكلم على الترتيب دول برضه في مكان ده. طغمه يعني عدد كبير، تمام. طغمات بيقول العدد الكبيره بتاعه الكنيسه دي ليها قصه في البناء. احنا مش هنتكلم عن القصه القديمه بتاعه القرن الرابع، لكن هنتكلم عن القصه بتاعه القرن التاسع. ليه؟ هي القرن الرابع اللي هي كانت الكنيسه من ضمن احد كنائس يونانيه في المكان. يونانيه كانوا جريك أرثوذكس، تمام. اللي كانت مصر مقسومه بعد القرن الخامس، تمام، اليونان او أرثوذكس او بنقول عليهم أرثوذكس ميكانيين، والأرثوذكس اليعقبه اللي هم الأقباط، تمام. ابتدى الاعداد بتوع دول يقل والاعداد بتوع دول يزيد
فابتدت الأقباط ياخدوا الكنائس يشتروها، الملك يديها لهم هدية، يتنازلوا عنها بعد. عشان خاطر كده بنقول ان نظريه ان الكنائس اللي داخل الحصن هي كنائس من اصل رومانيه نظريه كبيره جدا. مفيش قديس مصري خالص. القديس المصري الوحيد اللي قريب هنا هو كنيسه مريمينا في ام الخليل. مريمينا هو قديس مصري، حتى ابو سفين ما كانش مصري. تمام. قصة البناء بتاع الكنيسة قصة لذيذة جدا، وقصة أنا بشرحها دايما للناس عشان خاطر نعرف إيه اللي حصل. في واحد اسمه يوحنا ابن الأبح، وكان يوحنا ابن الأبح كان هقول سكرتير للخليفة الشدة المستنصرية. وكان أنا دايما بفتكر المستنصرية بالشدة المستنصرية، بفتكر الراجل ده كان شغال مع خليفة مين بالشدة المستنصرية. المهم كانوا الكنيستين دول اتدمروا في حادث قبل كده. برضه لازم تبقى عارف ان في نوعيات من المسيحيين ونوعيات من المصريين المسلمين. في مسيحيين قبلوا او مسيحيين قبلوا الايمان الاسلامي، وفي مسيحيين قبلوا على ديانتهم، وفي مسلمين في المسيحيين اللي هم دخلوا الايمان الاسلامي او الايمان العربي الجديد، هم اقباط من الفطره، فكل لغتهم وكل كلامهم وكل رسائلهم لبعض هي بالقبطيه الصرف، ما يعرفوش يتكلموا العربي، خالص. المهم فالراجل ده حصلت من حوادث كثيره حصلت واتدمرت كنايس فكانوا الكنيستين اللي داخل الحصن اللي هي كنيسه ابو سرجه وكنيسه بالقارة، هم الكنيستين دول الراجل عايز يبنيهم. فراح بعت جواب الملك وقال له انا عايز ابني الكنيسه دي عشان خاطر اهلي وجيراني وعائلاتي، عشان خاطر دي كنيسه جنب البيت. فالخليفه اداله الامر وقال له امين تمام زي الفل، ولكن الراجل القبطي طلع ذكي حبتين، راح بنى الكنيستين في نفس الوقت في الزحمه، اللي هي كنيسه القديسه برباره والكنيسه الثانيه بتاعت او كنيسه ابو سرجه. بنى الكنيستين، ولما بنى الكنيستين بس هو عايز اقول لكم هو بنى القديسه برباره ان القديسه برباره هي شفيعه او البيتريك سينت بتاعته، الكنيسه بتاعته. فلما الملك عرف قال له بس كده هو احنا اتفقنا على كنيسه واحده، فانت تهد كنيسه من كنيستين، يا دي يا الكنيسه بتاعت ابو سرجه او كنيسه العذراء ساعتها في الاسم في الوقت ده، يا كنيسه بربار. الراجل كان صايم وفضل طول النهار يمشي بين الكنيستين لغايه لما تعب ووقع وقال ادوني اشرب. قبل ما يجيبوا له يشرب كان مات، عشان خاطر كده بيقولوا عليه كمان شهيد بدون سفك دم، يعني شهيد ما حدش جه جنبه، مات لوحده. فالراجل ده هو لما الخليفه سمع القصه عشان خاطر كلمة الخليفة كلمة واحدة، فراح ساب كنيسة. وعشان خاطر روح صديقه ساب الكنيسة الثانية، والكنيستين كانوا القديسة بربارة وكنيسة أبو سرجة أو كنيسة العذراء عدوا في المرحلة دي واتبنوا، ولكن الكنيستين انهاروا تاني في قلاوون. تمام. يوم الجمعة اللي طلع فيها الناس مع قلاوون وابتدوا يدمروا الكنائس. عشان خاطر كده بقول مفيش كنيسة تعود في مصر في القرن الرابع. كل كنايسنا أعيد بنائها كذا مرة. قلاوون هو قلاوون الناصر أو المنصور، مين واحد؟ أنهي واحد؟ ناصر محمد. المنصور الوحش. المنصور ده كان ما كانش بيحب الكبيرة، ما كانش بيحب الأقباط. تمام. وحصل شكايات كتيرة على الأقباط في عهده، فابتدت الناس تمشي مع الملك بمعجزتين. فالناس تمشي مع الملك، وفي يوم جمعة بعد خطبة الجمعة الناس قاموا كلهم يدمروا كل كنايس مصر. كان حاجة مرتب لها في مصر كلها. عندنا في حادثتين في التاريخ لتدمير او حرق القلاية البطريركية او الكوك القفص زي ما بنقول، المعلقة او الاعتداء على الكنيستين. كانت المعلقة في عهد قلاوون وحرقت الكنيسة. حرقت الكنيسة والكاتدرائية العباسية أيام مرسي.
مرتين في التاريخ كله في ال 2000 سنه، في ال 2000 سنه ما حصلش. يعني حتى في اعتى فترات الاضطهاد ما كانوش بيقربوا ناحيه مكان البطريرك. مش اتحرقت في 2016 ولا دي كان تفجير في 2016 نوفمبر 2016 انا كنت لا معديه دي قدامها. البطرسيه مش الكاتدرائيه نفسها. دي البطرسيه. ايوه انا فاكره يوم ده نوفمبر 2016. حكم بعمل اللي على ما سبيل هو المثال. احنا ما عندناش حاجه اسمها عصر كامل للاضطهاد. في عندنا اسمها بنقول عليها موجات اضطهاد. اشد موجه اضطهاد كانت بتاعه دقلديان، اشد موجه اضطهاد. والمؤرخين بيقولوا ان تاني اشد موجه اضطهاد على الاقباط كانت بتاعه قلاوون. كانت بتاعه قلاوون قرن 14 ده 1300 1300 قلاوون بعد احنا عندنا في الشرق قلاوون دي بعد بيبرس بعد ولاد بيبرس كمان. 1400 ولا لا 1300 56 بيبرس 1260 بيبرس. بعد 15 طيب 1200 برضه 13 14 هو في اواخر بيبرس 1206 اتبنت الكنيسه. تمام، نرجع تاني لنقطه اتبنت الكنيسه. معلش انا بقى يعني بنروح حتت وبنرجع حتت وبنروح حتت وبنرجع حتت، بس بنحاول نلم الموضوع على قد يعني هنا كنيستين. هنا لا هنا مش كنيستين، هنا 2 3 4 تحت الارض. 2 3 4 كنايس. تمام، في منطقه بتاعه ابو سعيد. طيب هنتكلم برضه كمان على العناصر المعماريه اللي موجوده اللي انت ما تعرفهاش او انت ما شفتهاش. في المعموديه اللي ورا دي، المعموديه بتاعت القرن الرابع. المعموديه من تحت عليها الزخارف نباتيه وحيوانيه. الزخارف الحيوانيه اللي موجوده تحت الارنب. الارنب عشان خاطر الارنب بيولد كتير، فالارنب اشاره للبشاره او التبشير بالمسيحيه ان هي بشاره منتشره وكثيره. تمام، الصلبان اللي انت بتشوفها هي نفس الصليب المصري القبطي اللي هو ابتدى الاول باربع زهرات اللوتس. تمام، وبعد كده ابتدى يتطور بهذا الشكل. لان هو الفنان بتاع القرن الرابع حافظ على الجزء الوحيد او الجزء الصغير بتاع اللوتس، فوق وتحت ويمين وشمال. حاجه ثانيه مش بنشوفها في كنايس كتير اللي هو البتاع ده. لو بالعكس زي ده استنى مصورة. يعني ايه كلمة لقان؟ كلمة لقان دي كلمة يونانية معناها الماء المقدس. واللقان دي حدث او بنصلي على المية 3 مرات في السنة. المرة الأولى بتكون في خميس العقد، في عيد الغطاس. المرة الثانية في خميس العقد اللي هو قبل يوم الجمعة العظيمة، وعيد الغطاس اللي هو العيد اللي فيه السيد المسيح اتعمد. افتكر الموضوع ده اهو. والمرة الثالثة بتكون في عيد الخمسين. عيد الخمسين ده اللي هو بعد 50 يوم من قيام عيد القيامة، أو بيقول عليه عيد الصعود، وبيعمل فيه المية. المية دي لازمتها إيه؟ المية دي زي ما بنقول بناخدها للبركة، بالمية مصلية، بتستخدم في الواحد مثلا ياخد بق منها مثلا لو عيان أو ما شابه. برضه ده مع الإيمان بالدكتور، ملهاش علاقة. لكن قبليها بنشوف المغطس. هي بقى القصة في الكنيسة دي وفي كنايس ثانية. المغطس في التخطيط المعماري بتاع كنيسة أبو سرجة اللي عملوه الفرنساويين، بيقول على المغطس ده المعمودية. هو مسميها المعمودية. أولا المعمودية لازم يكون ليها مكان في الكنيسة اللي هو جنوب غربي. لازم ده مكان المعمودية في كل الكنائس في مصر. لكن ده في الشرق على طول، او سوري في الغرب على طول. ايه الفكره في فكره المغطس ده، او ايه اللي حصل في فكره المغطس؟ الحدث اللي هقول لكم عليه ده كان يحتفل بيه في مصر لغايه القرن ال 19. اخر مره المصريين بطلوا يحتفلوا بيه تقريبا يعني في اواخر عهد محمد علي او في اسماعيل، حاجه زي كده. ايه هو الحدث ده؟ السيد المسيح لما اتعمد في نهر الاردن، اتعمد في نهر الاردن
وكان الوقت بالليل، مش بالليل قوي، هو الفجر. فكان المصريين عندهم عاده بعد قداس عيد الغطاس يخرجوا، وبيخرجوا لغايه نهر النيل، بيمسكوا الاناديل، والاناديل ده بنقول عليه البلابيصه، صح كده؟ حتى الله يرحمه الابنودي، بتتعمل بالبرتقال. هقول اتعمل الابنودي كتب عليه الحافظ ده برضو كان في الصعيد لغايه بره الفتره قريبه كانوا بيحتفلوا بيه. البلابيصه دي عباره عن برتقانه مجوفه بيتعمل عليها صلبان من بره، بيحط فيها شمعه صغيره وبتتعلق في عمود قصب، وبيمشوا بيها ينوروا الشوارع لغايه لما يخشوا على نهر النيل. المقريزي في التاريخ القبطي بيبقى عليه شواهد كبيره او يعني علامات استفهام كبيره جدا، لان هو كتب بالعنعنه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، تمام؟ فمش صحيح في حاجات كتيره، لكن في الحاجات اللي هو شافها امين زي الفل، هو كبير المؤرخين وشيخ المؤرخين، لكن على العنعنه في حاجات كتيره جدا غلط. فبيقول ايه في العنعنه دي؟ بيقول ان الخليفه كان بيروح بيضربوا المناظر، والمناظر دي جمع منظره، والمنظره دي هي الخيام، وكان الخليفه بيروح يحضر مع المسيحيين الموضوع ده. وكانت الناس بتوصل لغايه نهر النيل، وبعد ما بيوصلوا لغايه نهر النيل بيصلوا هناك وبينزلوا في الميه، بيتغطسوا في الميه او بينزلوا يستحموا في الميه، وبينزلوا يستحموا في الميه. كان هو بيقول ايمانا منهم ان ده بيشفي الامراض. وفعلا ده حقيقه، ان الناس لما بتنزل في الميه ساعه في عز الثلج الناس بتبقى عندها اميونيتي، بتبقى عندها الموضوع ده. هو لما تيجي تتفرج على افلام فيديو صغيره في اليوتيوب تلاقي الروس بينزلوا الميه المثلجه وبيطلعوا بيرشموا نفسهم بالصليب. هو ده الحدث اللي موجود في كل الدول الارثوذكسيه، ما عدا مصر هنا اختفى برضه. ليه دخل الكنيسه؟ زي ما قلنا قبل كده مفيش حاجه اسمها وقت اضطهاد على طول، في عندنا موجات اضطهاد. فابتدى زي ما استاذ محمد قال لنا في عصر الحاكم، تمام؟ الحاكم منع هذه الاحتفاليه خالص، منعها على المسيحيين والمسلمين. حاجه افتكرت اقول لكم عليها، ان المسيحيين وناس كتير من المسلمين بيعملوا في يوم الغطاس ده بيعملوا قلقاس ويجيبوا لارنج ويجيبوا قصب. ليه؟ ملوش اي علاقه دينيه. دي الحاجات اللي كان بيديها الخليفه هدايا للموظفين الأقباط في الفترة دي، اللارنج والبرتقال والقصب والقلقاس. فعشان خاطر كده كل الناس بتطبخه وكل الناس كانت بتعمله، ملوش علاقة دينية خالص. فكان الحاكم هو اللي لغى الموضوع ده. بس المقطس ده عود القرن ال 13 14 برضه في فترة قلاوون، لأن قلاوون هو من الناس اللي فعلا نهت الاحتفالية. الكنيسة فيها جزء واحد صغير فاضل من رسومات القرن ال 13 اللي هنشوفها او اللي انتوا عارفينها جوه في الهيكل الاخير، ودي ناس كتير بيقولوا ان دي قرن رابع، لا دي قرن 13 14. الرسومات بتاعت القرن ال 13 14 بنعرفها بشكل بصوا الشنب محمد ده بيقول عليه الشنب المخولي. دي اشكال المماليك، فالرسامين ابتدوا يرسموا الشكل المملوك في الشنب، ابتدت تأثر يبان في الشنب وابتدت يظهر هنا الشنب جوه. هتبص على الرسمه اللي جوه ده مملوكي صرف، مملوكي. اختار بقى انت الفتره المملوكيه، بس هو 13 14. كانت الكنيسه كلها زي ما قلنا مشاهده بهذا الشكل، ولكن مع الميه الجوفيه الكتير ابتدت الارض تشرب وتطلع لفوق، فابتدى الجير يقع او السكو يقع، لغايه لما فضل عندنا اجزاء بسيطه اللي هي زي ما قلت لكم دي بتاعه الرابع، واللي جوه بتاعه ال 13. الايقونات الكنيسه دي ايقونات مميزه جدا، لان فيها نوعين من الفن احنا بنعدي عليها وبنتفرج وخلاص، بس فيها نوعين من الفن. الفن المصري بتاع العصر العثماني والفن الارميني، لان في الكنيسه او في منطقه بابليون او بابليون الدرج كان في ارمن كتير جدا. فبنشوف الشكل ده من الرسم
ده ارمينيا. ونشوف الشكل بتاع ناحيه العذراء اللي ورا ده اهو، حتى شكل الملابس الكهنوتيه اللي لابسينها الرسل ده شكل ارمينيا. تمام. بنشوف كمان دي ارمينيا برضه. تمام. وبعد كده بنشوف القديس بطرس وبولس اللي واقفين هناك، دي ارمينيا برضه. الارمن الارثوذكس اللي هم من دوله ارمينيا، وكان الارمن دول حاجه زي هنقول ايه، حاجه زي الغجر. والغجر دول اللي هم بينتشروا في اماكن مختلفه في العالم وعايشين في حتت مختلفه من العالم، وما لهمش دوله واحده تلمهم، لكن الارمن كان ليهم دوله تلمهم اللي هي منطقه ارمينيا. وكانت منطقه ارمينيا دي، او ارمينيا، من اقدم الدول المسيحيه في العالم. لو ما كانتش واحده من اقدم 3 دول مسيحيه في العالم كانت ارمينيا. فكان في عندنا كونتريجيشن ارميني كتير جدا، وكانوا عايشين داخل حصن بابليون.